بالنسبة لتتبيلة فخاد الدجاج، عندي كيلين من الفخاد الدجاج شايل الجلد من على الفخذ مثل ما شايفين. هلا البهارات معلقة صغيرة على الماشي. عندي كزبرة يابسة، توم بودرة، عندي فنجان من الكاتشب، خردل معلقة كبيرة، زنجبيل معلقة صغيرة، كاري معلقة صغيرة، عندي الهيل معلقة صغيرة، البابريكا معلقة صغيرة، فلفل اسود معلقة صغيرة، والملح بيلزمني معلقة ونص صغيرة. عندي زيت زيتون نص فنجان، وعندي عصير ليمونة واحدة، وثلاث معالق كبار من اللبن، وعندي هون 3 اسنان من الثوم مهروسين. هي بالنسبة لتتبيلة الدجاج. بعد التتبيلة بدنا نحضرها حبتين كبار من البندورة مفرومين ناعم ل3 حبات ما في مشكلة، معلقتين من الدبس البندورة، فنجان صغير من الزيت النباتي، بصلتين حجم كبير مقطوعن شرايح انا، وعندي صوص الباربيكيو بدي فنجان، وعندي 4 حبات من البطاطا مقطعهم مربعات كبيرة بهذا الشكل. هي كل المكونات اللي بتلزمنا رح نروح نحضر وصفتنا مع بعض. عندي القلب زبدية بدي اضيف اللبن، عندي كمان بدي انزل بالكاتشب، عندي الخردل، عندي رح ضيف نص كمية زيت زيتون، عندي الثوم، عصير ليمونة، وعندي الكزبرة، ثوم البودرة، الزنجبيل والكاري، البابريكا والهيل، الفلفل والملح. هلا رح نخلطهم مع بعضهم. هلا بعد ما خلطتهم كلياتهم مع بعضهم رح ضيف الفخار وقلبهم مع بعضهم لحتى يتشربوا الصوص كلياته بالكامل. هلا غطيتهم بورق سلوفان وصاروا عندي بهذا الشكل. مشان تتشرب التتبيله كلياتها للدجاج رح ادخلهم البراد. هلا خليهم ساعتين لساعتين ونص، اذا تركناهم ليله كامله ما بيأثر كمان. هلا طلعنا الدجاج من البراد، بدنا نضيف كميه زيت النباتي اللي قلت لكم عليها وزيت الزيتون، نستنى الزيت لحتى يحمر. بعد ما سخن عندي الزيت بدي انزل بالفخاد وحمرهم على الجنبين لمدة ربع ساعة. بدي ضل عم اقلبهم حتى يتحمروا على الجنبين معي. شوفوا لي الدجاج هلا شلون اخذ معي هذا اللون الحلو على الجنبين. بدي اشيلهم نحطهم بصحن. هلا هي الكمية الثانية. بنفس الزيت بدي اضيف البصل، انزل بالبندورة، بدي اضيف كمان دبس البندورة، قلبهم مع بعضهم. عندي كمان شطة نسيت لكم عليها، الشطة هي مو حدة بس بتعطي طعمة كتير طيبة. بدي اضيف الملح، وعندي الباربيكيو صوص تقريبا فنجان صغير. بدي اضيف هلا فوق مي سخنة تقريبا لتر من المي للتر ونص ما بيأثر. بدي اضيف الدجاج، وهلا عندي البطاطا بدي انزل فيها بهذا الشكل. اذا نقصوا المي برجع بحط لهم ما بيأثر، بحيث انه ينغمروا كلياتهم معي. بدهم شوية مي. هلا هيك صاروا عندي جاهزين. بدي غطيهم وتركهم 45 دقيقة لبين ما تستوي البطاطا والدجاج عندي ويصيروا جاهزين. شوفوا لي البطاطا وهي الفخاد وريحتهم بتجنن، والصوص تبعهم شوفوا لنا. شوفوا بسم الله. ولا اطيب من هيك. جربوها وبتدعونا. لا تنسونا من اللايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات لحتى يوصلكم كل جديد وتوصلكم كل وصفة طيبة. صحتين وهنا وعوافي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.